السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خلود السبعات، رجعت لكم فيديو جديد. واليوم عندنا نفكر شوي بس، لا امزح. اليوم عندنا واحد فاضي ينزل مقاطع. طبعا المقطع اللي قبل شيء اللي نزل تحميل فيفا والحرية، طبعا شهادة الحرية اللي بالبداية ان شاء الله تعجبكم، ورابط تحميل اللعبة اللي هي فيفا 13. جاي كذا يعني ندور ياكم دورة على خلق كذا، دورة حول اليوتيوب، وناخذ القناة ونحط لها يوميات القناة، مقاطع الفيديو. طبعا مع اختي الصغيرة اللي فيديو لها بيولز الجزء الرابع او الحلقة الرابعة. طبعا شو اسمه اللي مع اختي الصغيرة اللي ما قالت ولا كلمة، يعني فشلتني يعني صراحة. اعتذار تايب. يوميات القناة ما في شيء، ما حد سأل، ما حد علق، ما حد شيء. يعني بس هذا اللي كنت بوضحه لكم. وإن شاء الله بنمشي بالمقاطع. أنا قاعد أصور مقاطع وأحطها، يعني كل ما فترة أنزل، يعني وبأصور وعلى طول أنزل، لا. غير نظامي، بغير نظامي، يعني بكون نظام القناة آسف على السكتة. يعني نظام القناة يعني راح يكون مثلا عندي أكثر من 3 فيديوهات، 4 فيديوهات، 5 فيديوهات أحطهم في مجلد. يعني خلنا أشرح لكم الطريقة. يعني مثلا نسوي جديد، نحط مثلا مجلد، مثلا نسميه باسم بدون يعني شو اسمه، تحط المقاطع هنا، وكل ما طقت براس ننزل مقطع ننزل. هذا يعني أنا كذا. خلنا نحذفه. بس يعني قلت لكم يومية القناة الحلقة الأولى. إن شاء الله إذا جات فيفا 13 اللي أنا قاعد أحملها، ولا أحمل شيء إن شاء الله إذا خلصت اللعبة. خلنا نكتب حول اسكت خالد. اسمي خالد مرجو، عمري 14 سنة، البلد حساوي، ساكن بالخبر، معدح حومي ابتسات. أبي الحوم يشوفها. تطبيق حبتين. لو وصلكم تشوفون ذا الفيديو الحرية ها، والفيفا والحركات هذه السوالف دحين حين زد يا شباب. مع السلامة. مشغول فيديو بس يحتاج منكم لايك تكفون، بس ضغطتكم على زر لايك هذه شرف لي. يلا شباب، اشوفكم فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم خالد.